يشكو قسوة أمه. أحيله إلى سعد بن أبي وقاص مع أمه، وسعد أحد أصحاب سيدنا رسول الله، أحد قادة الإسلام الكبار. لما أسلم وقفت أمه لتعيده إلى الكفر ثانية، فقال: يا أماه، لو أن لك 100 نفس خرجت نفسا على أن أترك ديني هذا ما تركته. وإذا بالله جل في علاه يرسل جبريل إلى سيدنا رسول الله: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. أي صاحب والديك ولو كانوا كافرين، صاحبهما في الدنيا معروفا بكل معاني المعروف، بالرفق، باللين، بالأدب، برد الجميل إليهما، بدعوتهما إلى الحق والإيمان والخير والصواب. وإياك أن